السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. نحن اليوم في اليوم العاشر من هذا الشهر الكريم، وها نحن ننهي الثلث الأول منه. وشهر رمضان كما ذكرنا أيها الإخوة والأخوات سريع التقضي، والله جل وعلا لما وصف شهر رمضان قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والله إنه أيام معدودات. ها هو قد مضى الثلث. من كان يقرأ كل يوم 3 أجزاء فاليوم يوم ختمته فهنيئا له. من كان يقرأ كل يوم 5 أجزاء فقد ختم الآن يعني مرتين تقريبا. لكل مجتهد من عمله نصيب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، وأن يبارك لنا في أموالنا وفي أنفسنا، وأن يثبتنا على ديننا، وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتوفيقا، وأن يكتب الله تعالى لنا ولكم الأجر والقبول يا رب العالمين. إدراكنا لرمضان هو نعمة ربانية والله، وهو منحة إلهية ينبغي أن نستثمره غاية الاستثمار. احذر من أن تصرف وقتك في النظر إلى ما حرم الله، أو أن تضيع وقتك في أمور لا فائدة منها، من كثرة نوم وكثرة أحاديث وزيارات يمين ويسار ولعب كرة وبلاي ستيشن وغيره حتى ينتهي عنك رمضان. احرص واحرصي على أن تستثمر لحظات هذا الشهر بكثرة الاستغفار، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، كثرة اللجأ إلى ربنا جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين. نعم أختي آثار تفضلي. آثار أنا ما أسمعها، هي معنا آثار ولا راحت؟ أم يوسف. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياك يا أم يوسف. الله. ودي أسألك سؤال. تفضلي. في الحقيقة أنا زوجي فيما مضى كان هو الآن في عمره 50 سنة، وفيما مضت كان عنده 20 سنة أكل رمضان، كان في فرنسا في عطلة، فكان قد أفطر شهر رمضان، وهو يود الآن أن يرجع هذا الصيام، فلا يدري كيف يرد هذا. لماذا؟ هل تجوز عليها كفارة؟ هل أنه يصوم 60 يوم شهرين متتاليين؟ لا أم يوسف، هو لما أفطر في رمضان هناك كان مقيما في فرنسا أم كان مسافرا إليها فترة ويعود؟ كان فيما أدري كان في عطلة، ربما كان يزور أبوه في عطلة. يعني كان مسافرا إليها فقط فأفطر. كان مسافرا، نعم. خلاص، إذن في هذا الحال ما دام أنه ذهب زائرا إلى أبيه في العطلة فهو يقضي عن كل يوم يوما، لا يصوم شهرين متتابعين ولا شيء، فقط يقضي عن كل يوم، يصوم بدله يوما واحدا، وإذا كان يستطيع أن يطعم عن كل يوم مسكينا فهذا أفضل أيضا. بارك الله فيكم. أبو حمد تفضل. أبو حمد، ما أدري أبو حمد معنا يا شباب ولا راح؟ ألو. مرحبا يا أبو حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا أبو حمد، الله يحييك. بارك عليك يا شيخ. الله يكثر الله من أمثالك. يجزيك خير يا رب ويحفظك يا رب. أبو حمد عندي استفسار بس. سم. أنا إنسان في 45 من العمر. نعم. ومريض في القلب، مسوي عملية قلب والسكر والضغط والكوليسترول. أي. فأيام تجيني ما أقدر أصوم، يعني نهائيا ما أقدر أصوم، أضطر إلى أخذ العلاج وصفت ب4 مرات أو 3 مرات يوميا. فبغيت أطمن باب الاطمئنان، شو الكفارة الواجبة علي أنا؟ أنت أبو حمد ما تستطيع أنك تقضي بعد رمضان؟ لا، لأن بعد رمضان مدة العلاج يزيد عندي. أي. العلاج
يزيد. طيب. أنا حاليا في رمضان. اي بعد الاتفاق مع الدكتور يعني اخذ مرتين، وفي بعض الاحيان لازم اخذ 3 مرات او 4 مرات العلاج مالي. الله يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. لكن انت يا ابو حمد الان لما تصوم هل الصوم يرهقك ويتعبك؟ عفوا؟ لما تصوم الان نعم. هل يتعبك الصوم؟ تقريبا يعني بطبيعه عملي. اي زين، فيتعب لي بعض الشيء، فاضطر الى اخذ العلاج، يعني اكون صايم للساعه 11 12 فاتعب. اي عموما اذا كان الصوم يسبب لك تعبا وارهاقا شديدا بسبب حاجتك الى اخذ العلاج، وانت ايضا بعد رمضان لا تستطيع ان تقضي لحاجتك الى اخذ العلاج في النهار، ففي مثل هذا الحال يجوز لك ان تفطر وان تطعم عن كل يوم مسكينا بعد رمضان، بعد ما ينتهي رمضان وتكون انت افطرت رمضان، ترى تحسب كم عدد الايام التي افطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا، وعسى الله ان يجمع لك الاجر والعافيه ويشفيك يا رب العالمين. فوزي. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمد. الله يجزيك خير. أحبك الله أحبتني فيه يا فوزي. الله يجزيك خير. أحبك الله أحبتني فيه يا فوزي. بالله عندي 3 أسئلة أنا من اللي بيتكلم فيه. تفضل. بالله عندي 3 أسئلة أنا من اللي بيتكلم. اخفض التلفزيون بس يا فوزي. بالله يا شيخ محمد السؤال الأول، أنا شربت مية في وضح النهار ساهي. تعمدت أن تفطر يعني؟ لا سهو شربت سهو نسيانا. صومك صحيح لا بأس عليك. باي. والسؤال الثاني في أذان الفجر، يدن الفجر وأنا قاعد ناكل في الماكلة. طيب لازم تتوقف أول ما يأذن يا فوزي. باي. وشنو الحل فيه توضع؟ طيب أنت انتهى الأذان وأنت لا تزال تأكل؟ لا ما انتهاش، قاعد في الأذان. أو أكلت بسرعة ووقفت؟ وقفت بعد تاني. خلاص الله يقبل منا ومنك. المرة القادمة أول ما يأذن توقف مباشرة إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، الاغتسال، نغتسل في فترة الصباح من الجنابة. يعني بعدما يؤذن الفجر تغتسل؟ بعد مع الساعة 10 ل 11 الصباح تغتسل من الجنابة؟ الجنابة التي كانت في الليل؟ اللي كانت في الليل. وصلاة الفجر أين ذهبت يا فوزي؟ لا ما صليتهاش والله. أفا يا فوزي، لا يعني صومك صحيح، لكن لا بد أن تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها أو تصليها مع الجماعة إذا كان هناك مسجد قريب. صومك صحيح، يعني من دخل عليه وقت الصوم وهو لم يغتسل من جنابة الليل فصومه صحيح، لكن لا بد يا فوزي أن تحرص على أن تستيقظ لصلاة الفجر مع الجماعة حتى يبارك الله تعالى لك في عملك وفي رزقك وفي ذريتك. بارك الله فيك يا فوزي. مرحبا يا فوزي، حياك الله. أبو خالد تفضل. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. وانت بخير. متأخرة يا شيخ. الله يحفظك يا أبو خالد وانت بخير. الله نبغى دعواتك يا شيخ. أبشر، عسى الله يوفقك ويحفظك يا رب. شيخ عندي استفسار. عندي صاحبي الشيخ ما يداوم، يعني ما حصل له وظيفة. ويستحق الزكاة؟ ما عنده دخل شهري؟ لا مول. طيب هل ما عنده فلوس أصلا ينفق على نفسه يدفع أجر؟ لا يبحث عن وظيفة الحين قاعد. يجوز أن تعطيه من الزكاة ما يكفيه يعني مصروفا، لا تأتي له وتقول تفضل هذه مثلا 10,000 زكاة، لا، أعطيه ما يكفيه مصروف يعيش به حتى ييسر الله تعالى له وظيفة. بارك الله فيك. الله يحفظك يا أبو خالد. شيخ بغيت رامك. أبشر يا أبو خالد، الشباب يعطوك. وأنت تعرفني شيخ؟ والله كأنه صوت جمال ولا غيره. نعم. يا مرحبا يا أبو خالد، خلاص أنا بتصل بك، رقمك عندي. جزاك الله خير. أبشر يا أبو خالد، الله يحييك. طيب أعطوني فرصة يا شباب بس أقرأ سؤالين. يقول يا شيخ بالنسبة لصلاة التراويح قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو لم يصلي بها أصحابه التراويح؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة التراويح في أول 3 أو 4 ليالي من رمضان، ولما خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم توقف وصار كل واحد يصلي لوحده أو صار بعضهم يصلي ببعض يعني جماعات. وكان عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم في الليلة الثانية أو الثالثة وانتهى يعني في أول الليل
قال بعض الصحابة متحمسا: يا رسول الله لو تنفلت بنا بقية ليلتنا، خلنا يا رسول الله نكمل إلى الفجر، نحن يعني متحمسون للطاعة والخير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا سبب ورود الحديث. نعم، أعطنا أم محمد. أم محمد. طيب معنا أم محمد. تفضلي أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم محمد. مرحبا، مبروك عليكم الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وإياكم، جزاكم الله خير. الله يعافيك، بسألك يا شيخ عن موضوع الحاجات اللي نلقاها بالأسواق ضايعة، ايش نسوي فيها؟ نصدق فيها ولا ايش نسوي فيها؟ أشياء لها قيمتها، يعني كم تسوى مثلا 20-30 درهم أو ريال؟ فلوس مثلا 10 مثلا أكثر، مثلا كيس ملابس. أي عموما إذا كانت الأشياء قليلة يعني صاحبها في الغالب لا يحزن على فقدها ولا تتبعها همة أوساط الناس، يعني مثلا أبو 20 ريال و30 ريال ونحوها، هذه لا بأس عليك لو أخذتها لنفسك أو أعطيتها عيالك. أما الشيء الذي له قيمته، شيء مثلا يسوى 80 ريال 100 ريال وأكثر، فمثل هذا إما أن يبحث عن صاحبه، فإن لم يتيسر لك البحث عن صاحبه تتصدقين به. ايوه. نعم. الله يعطيك العافيه شيخ. ممكن يا شيخ اخذ رقمك؟ خلاص ابشري، الشباب يعطونك ان شاء الله من الكنترول. احمد تفضل. دكتور بس اريد رقمك من الخاص. ابشري يا احمد، الشباب يعطونك ان شاء الله الان. بارك الله فيك. سيف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا سيف، الله يحييك. الله يجزيك خير يا شيخ. انا عندي سؤال، بس عندي واحد من رابع. اي. طال عمرك، عنده اخوه ملتزم، هو واخوه دين، فيقول له الافطار انه يفطر قبل اذان المغرب، يعني بس من تغطي الشمس يفطر حتى قبل ما يسمع الاذان. فهل هذا جائز ولا غير جائز يا شيخ؟ اي بس هو في البر ولا في المدينة؟ لا في المدينة ومساجد وفي العاصمة بعد. ما يجوز يا اخي، لانه يفطر لا مجرد يعني تأكده من النظر الى الشمس، الشمس ما تكون واضحة الا اذا كان الانسان في البر، ليس في أدخنة تحجب الشمس عنا، وليس هناك أبخرة ولا وبالتالي يستطيع الإنسان أن يراها واضحة في البر. أما إذا كان في داخل المدينة وجالس في بيته وينظر والله غابت الشمس افطروا، لا، هذا نوع من التساهل، وربما أفطر قبل غيابها الحقيقي بدقيقتين و3 و4، فيجب عليه أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. مرحبا يا